انا احمد مغازي، والنهارده هنتكلم عن تليفون هواوي واي 7 برايم، احدث تليفون نزلته شركه هواوي في سلسله واي. خليكم معانا. اول حاجه هنتكلم عنها هي تصميم التليفون. تصميم التليفون زي ما احنا شايفين يعتبر بيسك، او معظم التليفونات اللي في الفئه السعريه دي بتيجي بنفس التصميم ده. فلو احنا شايفين هنلاقي ان من قدام ما عليهوش غير السماعات والكاميرا الاماميه والسنسور. من ورا فيه الفينجر برينت سنسور، وده اول موبايل في فئه واي ينزل بفينجر برينت سنسور. وفي الكاميرا الخلفيه والفلاش. من على الشمال هنلاقي فيه الفتحه بتاعه الميموري كارد وبتاعه السيم كارد. من على اليمين هنلاقي فيه زرار الباور وفيه الفوليوم روكر اللي بيعلي الصوت وبيوطيه. من فوق في فتحه السماعات وفيه النويز كانسليشن مايك. اما من تحت هنلاقي فيه فتحه الشاحن والسماعات بتاعه التليفون. شاشه التليفون حجمها 5.5 بوصه ومصنوعه بتقنيه IPS LCD بمقاس HD 720. واحنا شايفين انه كان يفضل طبعا يجي فول HD 1080 نظرا طبعا لحجم التليفون اللي هو 5.5 بوصه. لكن على الناحيه الثانيه احنا لقينا ان اداء الشاشه والوانها كانوا كويسين واحنا مشغلين الفيديوهات جوده عاليه على التليفون. كمان الشاشه فيها انحناء 2.5D، وده بتدي للتليفون شكل بريميوم او ملمس بريميوم. لكن ما فيهاش طبقه جوريلا جلاس اللي بتحمي التليفون من الخدش. بالاضافه ان احنا لما جربنا الشاشه لقينا ان البصمات بتبان عليها بشكل مبالغ فيه شويه، بيكون صعب شويه ان احنا نشيلها. نظام التشغيل الموجود على التليفون هو اندرويد 7 اندرويد نوجا، اللي هو احدث نظام تشغيل موجود من اندرويد. اما واجهه المستخدم الموجوده على التليفون هي ايموشن UI 5.1، وهي احدث نسخه من واجهه المستخدم الخاصه بهواوي. وطبعا زي ما احنا متعودين على واجهه المستخدم بتاعه هواوي، هنلاقي ان هنا كل الابلكيشنز موجوده على الهوم بيج، مفيش اب درور، وده شكل الايقونات الموجوده فيها. ولما بننزل بنلاقي دي نوتيفيكيشن بار، ممكن ان احنا نمدها من هنا. وهنا في سيتنجز اللي هو الشكل المعتاد تقريبا لواجهه المستخدم الخاصه بهواوي. بالنسبه لاداء التليفون، فالتليفون بيجي ببروسيسور سناب دراجون 435 اوكتا كور 1.4 جيجا هرتز، وكمان بيجي ب 3 جيجا بايت رام. والمواصفات دي بتخلي التليفون استخدامه كويس مع الاستخدام العادي للبرامج والالعاب البسيطه. بس احيانا التليفون كان بيعلق مننا لما كنا بنشغل اكتر من ابلكيشن، او لما كنا بنشغل العاب تقيله على التليفون. ذاكره التليفون الداخليه هي 32 جيجا بايت، وده يعتبر رقم كويس في الفئه السعريه اللي التليفون موجود فيها. والبطاريه بتاعته 4000 ملي امبير، وادائها كان حلو جدا، تقريبا عملت معانا من 9 ل 10 ساعات سكرين اون تايم. ولكن الحاجه الوحيده اللي ما عجبتناش فيها ان هي ما بتدعمش الشحن السريع. دلوقتي هنتكلم عن كاميرا التليفون. التليفون الكاميرا الخلفيه بتاعته 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2. حاسين ان اليوزر انترفيس بتاعت الكاميرا مش احسن حاجه ممكن تكون موجوده. هنا في الزرار بتاع التصوير، ولو عايزين نصور فيديو بندوس على الزرار ده، هو بيصور بينتقل على المود بتاع تصوير الفيديو. تمام. تعالوا نرجع تاني للمود بتاع التصوير، نشوف الحاجات الموجوده عندنا. هنا ده الفلاش، بنشغل منه الفلاش او بنقفله. هنا ده البيوتي مود في حاله ان احنا بنصور وش حد. هنلاقي هنا مجموعه من الفلاتر الموجوده في التليفون. وهنا الزرار اللي بننقل منه الكاميرا الخلفيه للكاميرا الاماميه. لو عملنا كده هيجيب لنا المودز المختلفه للتصوير، زي ان احنا نختار البرو مود، وده اللي احنا بنظبط فيه الاضاءه بنفسنا، او نفس الموضوع بالنسبه للفيديو. وهنا ال HDR البانوراما، السلو موشن والتايم لابس، معظم الحاجات اللي بتكون موجوده في موبايلات هواوي. ولو عملنا من هنا ده بنحتاج ايه، ولو شدينا الشاشه من هنا بندخل على السيتنجز، ان احنا نغير حاجات في السيتنجز بتاعه التصوير، زي التايمر، او زي ان احنا نقفل الصوت بتاع التصوير، او حاجات زي دي. تمام. من تجربتنا للكاميرا لقينا ان الكاميرا في الاضاءه العاليه كانت ادائها متوسط، لكن في الاضاءه المنخفضه ما كانش ادائها بالقوه الكافيه. كاميرا التليفون الاماميه هي 8 ميجا بكسل وبتيجي في فتحه عدسه 2. ولو عملنا برده من هنا كده هنلاقي ان فيها سيتنجز او مودز اقل من المودز اللي كانت موجوده في المين كاميرا، وده طبعا منطقي يعني. تمام. وبرده نفس الموضوع من هنا هنلاقي ان في سيتنجز بتاعت التليفون. هنا فيها الفلاش، مفيش فلاش. اوكي، ما نجيبش الحته دي. هنا في بيوتي مود، هو اوريدي مشغلينه. تمام. وبرده ممكن نعمل فلترز في الفرونت كاميرا زي ما احنا شايفين. وبرده نفس الموضوع، احنا شايفين ان الكاميرا الاماميه جودتها مش بالجوده الكافيه يعني، سواء في الاضاءه العاليه او في الاضاءه المنخفضه. ده كان تقييم تليفون هواوي واي 7 برايم. لو عايزين تشوفوا تقييمات ومقالات تانية تابعونا على موقعنا reviewzat.com. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل بتاعتنا علشان يجيلكم كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. سلام.